يلا. اوه I've been getting money on the road, round the globe. I ain't even got the time for a hole for my zone. I can't even check my phone. I just moved away from you, girl. I've been ballin' like below you. اهلا وسهلا بكل المتابعين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وسعاده. معكم عماد في قناه زواكد، رجعت ليكم بفيديو جديد وتحدي جديد. تحدي النهارده يا جماعه زي ما حضراتكم شايفين هيكون تحدي مختلف شويه عن كل التحديات الاكل اللي فاتت. تحدي النهارده هيكون تحدي الاكل الشيبسي ضد الاكل الحقيقي. خليني اشرح لكم التحدي هيكون ماشي ازاي. انا هنا موجود معايا شيبسي بطعم الجبنه المتبله او الجبنه والبصل. في الطبق الثاني هيكون في ايه يا محمود؟ هيكون في جبنه وبصل. شروط التحدي او اللعبه بتاعت النهارده هتكون ايه يا محمود؟ هتكون ايه يا عماد؟ في العلبه دي طبعا انا كاتب ورقتين، في كل ورقه من دي انا كاتب فيها لون الطبق اللي موجود معانا. يعني في الورقه دي مكتوب فيها احمر زي ما حضراتكم اللون شايفين. الأحمر. احمر. هطبقها وهحطها في العلبه، وفي الورقه الثانيه مكتوب فيها ايه؟ وفي الورقه الثانيه مكتوب فيها اصفر، يعني الطبق الاصفر. هطبق الورق بالشكل ده كده وهحطه في العلبه هنا علشان ما يبقاش فيه غش. واقفل العلبه وهرجها. انا او عماد هنختار الورقه بالحظ. انا لو اخترت مثلا ورقه وطلعت لي اللون الاصفر او الاحمر هيشوف ايه اللي تحتيها، وبكده انا هاخد اللون اللي هو هيتبقى معانا. مثلا لو محمود طلع له الاصفر انا هختار الاحمر علشان كده هو اللي موجود. فمحمود لو طلع له الشيبس هيبقى كده عنده نقطه، وانا لو طلع لي الاكل الحقيقي يبقى انا كده خسرت. وايه، هنكمل مع بعض هنشوف مين فينا اللي هيجيب اكتر نقط من التاني. جاهز يا محمود علشان نبدا التحدي؟ بس قبل ما نبدا التحدي يا محمود، تتوقع التحدي ده يوصل كام الف لايك؟ ان شاء الله نواثق في الجمهور بتاعنا يوصل فوق ال 20,000 لايك. كل اللي ما ضغطش لايك يا جماعه يضغط لايك دلوقتي، واللي مش مشترك في القناه يشترك في القناه ويفعل زر الجرس. جاهز يا محمود عشان نبدا التحدي؟ اكيد جاهز يا عماد. طب تختار الدور يبقى على مين، عليك ولا عليا؟ لا انا حابب التجربه الاولى تبقى عليا. طيب غمض عينك يا محمود علشان انا هلخبط الاطباق علشان ما تعرفش الطبق تحته ايه. تمام. خلاص لسه ثواني. ماشي. فتح عينك يا محمود. اختار بقى ورقه من الاثنين دول. بسم الله. اوه اصفر. اصفر. شوف تحت الاصفر ايه بقى يا محمود. اوه شيبسي. مش متوقع يا جماعه. انا هيطلع لي البصل والجبنه. حظك حلو يا محمود. الحمد لله. انا هاكل البصل وانت هتاكل الشيبسي. يا بختك. بكده يا جماعه يكون محمود عنده نقطه وانا عندي زيرو. بصل من اولها بصل. اللي هو جبنه متبله جميله يا جماعه. لا لازم تاكله كله وانا هاكل كله. كلها كلها البصله والجبنايه. الله يا جماعه الشيبس طعمه جميل قوي. ايه شعورك يا عماد بالبصله؟ عماد يا جماعه مش عارف يتكلم من البصل وعينيه دمعت. احمرت ازاي؟ الله يكون في عونك. على فكره بلعب البصله واضح. خلاص اهو يا عماد هانك، وانا برضه قربت اخلص الشيبسي. مناخيري. وبكده يا جماعه اكون خلصت كيس الشيبسي وانا خلصت البصل والجبنه يا جماعه. جاهز يا عماد علشان نروح لتاني مرحله من التحدي؟ اكيد جاهز يا محمود، وانا عارف انت هتقول لي ايه. يلا غمض ايدك يا عماد. دلوقتي يا جماعه معانا الاصلي ومعانا العادي. ماشي. خلاص يا عماد. فتح يا عماد. اختار دي. اوه اصفر.
اصفر اصفر. يا ترى انت حاطط ايه جوه الاصفر يا محمود؟ واو ياي شيبسي حطه بنفسه بجد يا يا جماعه، جماعة. حطه بنفسه. بجد يا جماعه انا كان نفسي يطلع له اللون الاحمر. يلا رزقك يا عماد. طلع لي الشيبسي يا معلم. كده عماد يكون عنده نقطه واكون عندي انا كمان نقطه. انا طلع لي الملح انا طلع لي الشيبسي، بحب الشيبسي. وانا اكل معلقه ملح يا جماعه. أوه. زي ما قلت يا جماعه ملح. ابلع ابلع. بعد الجبنه المتبله يطلع لي ملح. وانا بعد البصل طلع لي شيبسي. حظك يا عماد، انا كان نفسي يطلع لي الشيبسي على طول. لا. جاهز يا محمود علشان نبدا ثالث مرحله معانا النهارده؟ اكيد يا عماد جاهز. احنا على فكره يا جماعه معانا 6 مراحل، يعني جايبين 6 انواع من الشيبسي وجايبين 6 انواع من الاكل الحقيقي. ويلا بينا علشان نبدا يا جماعه. يلا بينا. غمي عينك يا محمود. الاكل الحقيقي، وطبعا انت عرفتوا ايه اللي موجود هنا. خلاص يا عماد. ثواني يا محمود. يلا يلا ابدا. بسم الله الرحمن رد الرحيم. بقى. ويلا معلش. بسم الله الرحمن الرحيم ونختار الورقه. اصفر يا جماعه. اوه في الشيبسي يا جماعه بالطماطم. يبقى انا موجود لي هنا طماطم. انا ما بحبش اكل طماطم لوحدها كده، بس هضطر ان انا اكل. كده يا جماعه اكون انا كسبت نقطتين وعماد عنده نقطه. طبعا يا جماعه الطعم المفضل بالنسبه لي هو الطماطم. يلا يا عماد غمر عينيك. ماشي يا محمود يلا. خلاص؟ لسه يا عماد. طيب يلا بسرعة. خلاص؟ انت شايف يا عماد ولا ايه؟ والله ما شايف، انا ماشي. مغمض عيني خلاص يا عم. ايديا. يلا اختار لك ورقه. اختار ورقة. اختار. مكتوب فيها احمر يا جماعة. اوه اللي موجود هنا ايه؟ واو يس يس ياي. ما هو ده بالكباب، اكيد اللي هنا حاجة حلوة برضه. بس انا كده عندي نقطتين ومحمود عنده نقطتين يا جماعة. اللي هنا موجود يا جماعه كباب حله. انا مبسوط اللي انا عندي نقطتين. يلا بقى. حلو برضه يمشي. تاخد؟ نعم. انا كده خلاص. جاهز يا محمود علشان نبدأ المرحلة الخامسة من التحدي؟ جاهز يا عماد. غمي عيونك. يلا يا محمود. يا ترى يطلع لنا إيه يا جماعه المره ديت. بسم الله الرحمن الرحيم. اصفر. اصفر يا جماعه. شوفوا الاصفر بقى عايل لك ايه يا محمود. اوبس اوبس اوبس. كسر دماغك. شيبسي شيبسي حبيبي. كده عمال يكون كسبان 3 نقط وانا محمود نقطتين. اخر نقطه اللي هي اللي بعد الجايه دي هنشوف مين اللي هيكسب، انا او انت. لو انا كسبت يبقى انا كسبت وبقى عندي 4 نقط، لو انت كسبت يبقى انت عندك 3 نقط وانا يبقى عندي 3 نقط، وبكده نكون اتعادلنا في التحدي. يلا يا محمود علشان تشرب خل وتاكل ملح. بسم الله ناخد الملح للمره الثانيه يا جماعه. انا الشيبسي كده عندي 3 نقط.
معلقه ملح يا جماعه. معلقه خل. ياي محمود شايله خل. وزي ما حضراتكم شفتم بكده يكون محمود كل الملح وشرب الخل، وانا كلت الشيبسي. انا عندي 3 نقط، محمود عنده نقطتين. يلا يا عماد غمض عينك. خلاص يا محمود يلا انا جاهز اهو، بس بسرعه بقى. ماشي. خلاص ثانية واحدة. فتح يا عماد عيونك. برج العلبة يا جماعة علشان ما حدش يقول احنا بنغش. طبعا انا مش عارف الورقة اللي انا بختارها بيبقى مكتوب فيها ايه، بتبقى انا وحظي. اوه انا متوقع ان هنا الشيبسي يا عماد. يلا. اوه يا بطل شطة جميلة، ليمونتك الحلو. شطة يا جماعة وليمون. اكيد هنا في شطة وليمون بقى، بس شيبس شيبسي يا معلم. يا معلم هاكل الليمونة بالقشر يا محمود. أكيد يا عماد. وانت هتاكل الشيبس حظك. كده يا جماعة 3 نقط لمحمود و3 نقط ليا، بكده نكون التعادل. وانا اللي هاكل الليمون. معلقة الشطة الجميلة بقى يا عماد. بجد يا عماد انا مشفق عليك جدا. انا اكلت بصل وجبنه وشطه وليمون وايه تاني وطماطم. محمود يا جماعه في اول مره طلع له ملح، تاني مره طلع له خل وملح، تالت مره طلع لك الكباب الحله اللي كان في الطبق. وكده يا جماعه نكون انتهينا من التحدي. لو عجبكم التحدي ما تنسوش اللي مش مشترك في القناه يشترك في القناه وتفعلوا زر الجرس وتضغطوا لايك وتوصلوا التحدي ده ل 20,000 لايك. كل اللي عجبه التحدي دلوقتي يا جماعه ما ينساش يضغط لايك، واشوفكم في فيديو جديد وتحدي جديد، ومع السلامه.